طريقة الطرشي النجف ولا أطيب منه مدبس. أويلي يابا، تعالوا ويانا نشوف شلون راح نسوي. أول مرة خلينا نذوق. اليوم رحنا للسوق واشترينا خيار وراح نسويه طرشي. غسلناه وشكيناه منا ومنا، هذا كليته شكيناه وغسلناه. ايش راح نسوي؟ راح نجيب مي، هذا مي دافي من البوري، ونخلي عليه ملح. شو نخلي ملح. اول شيء راح نخلي ثوم، هذا الثوم قطعناه سويناه شرائح. كزبرة يابسة، ونخلي شبنت، هذا الشبنت نخليه، ونخلي هذا الخيار خاسليه، وكل خيارة شكيناها مرتين منا ومنا. الثوم وهاي كزبرة وهذا الشبنت راح نخليه كليته هنا. خلي شوية ملح فوق وبعدين نخلي القبخ. هسه المي صار عندنا فول يفوق، والملح اذا بالشمس 3 ايام او يوما على شمس العراق يصير اوكي، يعني الخياره تنشبس كل زين. بس هنا عندنا هم الدنيا حاره، انا راح اخليها بالجراج. الطرشي جاهز عندنا صار له 4 ايام. اويلي يابا، اويلي يابا على الريحه. والريحه مالتها اويلي والله عمي ما يحتاج لا تخلي له ثوم ولا معدنوس ولا نخلي